15 دقيقة الحكم، 15 دقيقة. واخا يكونوا حبسوا الماتش ومشاو كلاو سكسوا الطعام وضربوا اللبن ونعسوا داروا لاسيست ورجعوا ما تعطيهمش 15 دقيقة. او تعادلوا بالدراع حيت سميتها الارجنتين. ثمة من يقول ان القجع بعد ما تحكم في الكاف وتحكم في الفيفا دابا زاد تحكم حتى في اللجنة الأولمبية. لأن صعيب تجيب حقك في ساعة. راه شي وحدين جابوا 9 شهور ديال الماتش يتعاود، 9 شهور ديال المقروط، 9 شهور ديال المقروط. وحنا وشواكر ورجال وكدا وغنجيبو وغنديرو مشاكرة الحفاف الحلة قادة بالماضي سميتو هذاك ديال قطر اللي في قطر سميتو دراجي ملف ثقيل دوسيلو وكذا. 9 شهور القجع دار الخدمة ديالو في ساعة ونص، ساعة ونص، ساعة وربع. السلام عليكم اخوتي العزاز، كيف ما شفتوا معنا احسن تطليعه واليوم الشمته الدوله الهكاويه، الدوله الكرغوليه ما ينعسوش او ما يقدروش يجبدوا المنتخب المغربي على فمهم، لانهم تكلموا بزاف وحلوا فمهم بزاف وقال لك بان المنتخب الارجنتيني يربح المنتخب المغربي 6-0. كيف ما احنا ولفناها، كانوا ديما كيقولوا لنا بان المنتخب المغربي ما يفوتش الدور الاول، ما يقدرش يربح بلجيكا وما يقدرش يربح كندا وما يجي هو الاخير في الرتبه ديال المجموعه ديالو في كاس العالم قطر 2022. هما رجعوا الان كيف ما قال سعيد ابرنوس، انتوما ما خليتو حلوه، ما خليتو ميلفي، ما خليتو كيكا، و6 شهور وانتوما كتبكيو. صفيه الهجاله مشات تعاد قصامه باش يتعاودوا الماتش. الجاليه الفرنسيه يوم يبكيو مشاو حتى الفيفا وداروا اعتصام قدام الفيفا، لكن فوزي القجع في نص ساعه جاب الحق للمنتخب المغربي اللي ربح اليوم عن جداره واستحقاق. يعني ماشي غيجينا وكنتكلموا حنا عندنا منتخب قد فمنا قد دراع، حنا قبح، حنا الشواكه افريقيا قولها يا الكرغولي وعمر بها فمو. وتعزاز فيديو زوين تبعوه من الاول حتى الاخر ديالو فيديو رائع. ما عليكم نتوما الا ديروا لايكات، خليوا لي التعليقات ديالكم في خانه التعليقات. وتعزاز ما نطولش عليكم ونخليكم معاه ونتلاقاو في النهايه ديالو. في شوط لا بأس به لكن نهايته مميزة، وايضا فوز مستحق وتقدم مستحق للمنتخب المغربي الشقيق من هدف انا اعتقد انه جميل جدا من كرات وتمريرات. واضح بان هناك في تفاهم كبير ما بين لعيبه المنتخب المغربي. الياس خماش لعبه ذكيه لعبها لسفيان حكيمي، بلال الخنوس ومن ثم الى سفيان رحيمي. نعم صحيح، في منطقه ايضا خطره وحساسه جدا. وانا كنت راح اتكلم واقول بان سفيان رحيمي لربما على الطرف يكون اقوى مما هو في كمهاجم. ما نجر الحرب بقيمته صحيح، ولكن انا اعتقد انه هو ايضا رد علي من دون لا يسمع رايي في الموضوع. يعني هو لاعب متميز، لاعب يبحث دائما عن المساحات وشاهدناه، لاعب متمكن في منطقه الجزاء، قناص من الطراز الاول، ولذلك هو استغل هذه الفرصه بشكل كبير. وان عابه الشوط الاول نوع من الفتور في بعض الحالات، وايضا بعض الاخطاء الفرديه انا اعتبرها خاصه في خط الدفاع المغربي. كان يفترض بان يكون هناك في تفاهم اكثر. اسامه العزوزي وايضا مهدي بوكامير كان يفترض يكون في تفاهم اكثر مع حارس المرمى ايضا منير محمدي. الكرات خطره هذه اللي دائما ما تكون في منطقه ال 18 منطقه الجزاء تكون خطره، ودائما التمريرات لابد ان تكون متقنه بشكل اكبر وجب تفاديها. طيب، تم استئناف مباراة المنتخب المغربي ونظيره الأرجنتيني في هذه الأثناء في افتتاح مباريات منافسات كرة القدم لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد إيقافها بسبب دخول بعض المشجعين لأرضية الملعب عقب تسجيل المنتخب الأرجنتيني هدف التعادل الثاني. وهذا الهدف تم إلغاؤه الآن من حكم المباراة بعد استئنافها، إذ تم احتساب الهدف تسللا، فالكرة هي ملغية والهدف ملغي، وتعود النتيجة مرة أخرى بتقدم المنتخب العربي المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد.
ولمزيد من المتابعة حول ما حدث في أرضية الملعب ينضم إلينا على الهواء مباشرة الزميل العزيز عبد المجيد السيباوي من سانت تيان مقر إقامة هذه المباراة. عبد المجيد، بعد التحية، الكل تابع هذه المباراة وهناك العديد من الأسئلة حول ما حدث. دعني أقسم هذه الأسئلة التي يطرحها الجمهور عليك سؤال بسؤال. في البداية، يتساءل الجميع عن أحقية استمرار المباراة ل15 دقيقة من الوقت بدل الضائع بعد انتهاء الوقت الأصلي، فماذا حدث بخصوص الوقت بدل الضائع؟ نعم، بعد نهاية المباراة أو بعد أن دخول الجماهير المغربية إلى أرضية الميدان، خرج المنتخب المغربي بدون أن يعلم أن حكم المباراة لم ينهي هذه المقابلة، ليطلب من العميد المنتخب حكيمي العودة بالفريق إلى أرضية الميدان. وبقيت النقاشات بين عميدي الفريقين إلى أن تم اتخاذ القرار بعد مفاوضات عدة مع المنظمين، مع الحكام، ومع كذلك مسؤولين عن الفيفا، لاتخاذ قرار بإعادة أو استئناف المباراة ل3 دقائق. لكن أثناء ذلك كان هناك حديث عن إمكانية إلغاء هدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني الذي تم إلغاؤه كما ذكرتم في الخبر. لكن حتى الآن المباراة تجري جارية، والكل ينتظر نهاية هذه المباراة، خصوصا الجمهور المغربي ينتظر نهاية المباراة للإعلان عن فرحها بالفوز على المنتخب الأرجنتيني. بكل تأكيد. عبد المجيد، أيضا هناك تساؤلات عديدة حول ما حدث بعد هدف الأرجنتين الذي تم إلغاؤه بداعي التسلل. هل خرج الجمهور فقرر الحكم أو دخل الجمهور الملعب فقرر الحكم أن يخرج هو واللاعبون من أرض المباراة، أم أن الحكم لم يرى التسلل، أم أن الدافع الرئيسي هو انتهاء الوقت على ساعة الحكم؟ يعني ما الذي دفع اللاعبين للخروج من الملعب فظن الجميع أن المباراة انتهت؟ كما ذكرت، دخول مجموعة من المشجعين أرضية الميدان جعل اللاعبين يعتقدون أن المحكم أعلن عن نهاية المباراة، لهذا الكل خرج ويعني بدأ في الاستعداد لتغيير الملابس، لأن اعتقادا منهم أن المباراة انتهت. لكن إعادة اللاعبين إلى أرضية الميدان جاء كما ذكرت بعد المفاوضات. حتى الجمهور اعتقد أن المباراة انتهت وغادر الميدان، وبعضهم يتواجد خارج هذا الملعب انتظارا لقرار المنظمين. عبد المجيد، وأنت تتحدث معي في هذه الأثناء، بالفعل أطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة بفوز المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف وحيد. نتمناها الصافرة النهائية هي صافرة بلون ملابس المنتخب المغربي والعلم المغربي الأحمر. فوز أول للمنتخب المغربي في هذه البطولة، فوز عربي أول. نتمنى ألا تتكرر مثل هذه الأحداث في بطولة كبيرة ودورة عالمية بكل تأكيد، باريس 2024. يعني يا عبد المجيد، نبارك لك ولنا ولجميع السادة المشاهدين، ونشكرك على هذه المداخلة وكل هذه المعلومات. مرة أخرى حضرات السادة المشاهدين، انتهت المباراة، مباراة المغرب والأرجنتين في هذه البطولة. هي المباراة الأولى التي لعبت وتم استئنافها بعد فترة زمنية قاربت الساعتين، بعد أن دخل بعض من المشجعين لأرضية الملعب عقب تسجيل هدف ملغي عن طريق كريستيان ميدينا في شباك المنتخب المغربي، وهو الهدف الذي ألغي مع استكمال المباراة لمدة 3 دقائق. وهذه المرة كانت الصافرة النهائية من حكم المباراة تشير إلى فوز المغرب بهدفين لهدف وحيد و3 نقاط مغربية في هذه المجموعة. الماتش تفرجت له في 3 القهاوي. أنا الفرجة ديالي خايبة. الشوط الاول تفرجت عادي في القهوه، فهمت انا مع راسي بان الارجنتين غتكون صعيبه، المغرب غادي يلعب يتزير، الا جبنا شي تعادل ما نقولوها لحد. هذه هي الفكره نتاعي. فقلت غنتفرج في اللي بغات تجي ما نخسروش غير بكثر من 2 باش ما يضحكوا علينا هو كيست.
كنتفرج اخوتي حتى كيجي داك الهدف العجيب، داك الهدف الخيالي، داك الهدف الانطولوجي. عرفتي شتي داك الهدف هذاك غيبقى مسجل التاريخ. داك الهدف الطريقه باش باصا حكيمي، داك القنطره الصغيره مشات عند سميتو عند الخنوس دار هذاك الضربه، مشات عند حكيمي كيطلع لرحيمي كيدخل في داك الجزء الثانيه اللي خصو يدخل فيها ويسجل هدف. داك الشيء راه تاريخ. ايوا تشجعت، طمعت ملي شفت داك الهدف 1-0 غلبنا الارجنتين في الشوط الاول. طمعت، ملي طمعت وليت كنتفرج من نيتي. وهذه من الحاجات اللي ما خصكمش ديروها، واخا كنصحكم ولكن انا كنديرها. انا نصحكم نتوما، انا بحال داك الفقيه اللي كينصح عباد الله وهو داير اكثر من داك الشيء اللي كيديروه عباد الله. تفرجت بالادرينالين، الشوط الثاني تفرجتو محمس، جا الثاني زدت طمعت. ايوا من بعد تزيرت، ملي تزيرت حققنا حلم الجيران وعاودنا الماتش يجدك. في ساعه ونص الناس اللي كتعرف تجيب الحق. تحياتي لطيفه، تحياتي. المهم أمازيغية مرحبا. المساء رشيد، تحياتي لكم الإخوان. تسجل الهدف الأول نتاع الأرجنتين، ما بقيتش قادر نصبر، صافي ما قديتش نصبر، نط خرجت، بدلت القهوة، قربت شوية للدار، قربت القهوة الأخرى الثانية، مشيت دخلت القهوة الثانية، والو كنط. كنتفرج وانا كنقول غير متى زاد لهم 15 دقيقة. إلا لاحظتوا الإخوان راه هذيك البرة نتاع الدقائق اللي كيتزادوا راه زاد في الأول 9 دقائق، عاد ولات 15. كي دارت ما نعرف واش كانوا كيزيدوا بالواحد ولا ما عرفتش. كانت 9 ولات 15، أنا اللي شفت بعيني، اللي غياكلهم الدود. المهم ملي زاد لهم داك 15 دقيقة نط عاود خرجت، قربت القهوة الأخرى اللي الجهة اليسرية اللي كندخل بها للدار. ايوا بن عمي ديالي تما تسجل الهدف الثاني. مشيت قضيت واحد الغرض، رجعت للدار، تغديت، نعست وانا مفقوع وانا مفقوس. نعست وحنا متعادلين وحاقد على الحكم ومعصب ومنيرفي. درت الفيديو بوستيتو في الفيسبوك في اليوتيوب كدا، والمغاربه كلشي كاعيين شاعلين. داك الفيديو في الفيسبوك دار واحد الطلعه صاروخيه، دار 200,000 مشاهده في 2 ساعات. نعست. اخي عثمان، تحياتي عثمان، صحيت مرحبا. داني النعاس اجدك، داني النعاس. درت اليوتيوب، واحد السيد كيهضر اللغه العربيه فصيحه، كيدير واحد الدرس ديني ايماني، واحد الدرس زوين. سمعت له شويه، مشي نعاست. كنفيق معاه، كنتصنت له شويه، عاود كنرجع الناس. ملي نط هكذا صافي كنفتح الواتساب، كنلقى واحد السيد مصيفط ليا واحد النتيجه ما فهمت والو. اش غيديروا زعما متدين؟ لا تويا ماشي، لا درس ديني زعما. انا التدين ديالي ناقص صراحه، انا الصراحه توقع انا زعما ربي يسمح لي بزاف ديال التقصير في التدين ديالي، ولكن كيعجبني نتصنت داك الناس اللي المهم ايجابيات، داك الشيء اللي ايجابي اللي غادي ينفعك، فهمت؟ الخبير، تحياتي الخبير. كندخل سميتو الفيسبوك، كنلقى كيقولوا راه الماتش ما تصفرش، راه ما تسالاش. كندور هكذا عاود كنلقى شي وحدين كيقول لك اودي راه سميتو راه الجمهور ديال المغرب راه نزل الملعب، راه صافي حبسوا الماتش. مشيت لبي ان سبور قال لك راه الحكم ما حسبش داك الهدف. تا كيفاش؟ داك اللي درنا لها ما توقعش هاد القضيه هادي الا كنتي القجع.
اذا ثمة من يقول الاخوان، ثمة من يقول كما الزيني الله يحفظك الحبيب شكرا. المهم هذه ثمة من يقول هذا، وثمة من يقول ان الجمهور المغربي اللي تما في الملعب سانتيتيان ياك انزل الملعب يا جدك قال لهم والو، يا تحيدوا ذاك الهدف يا ما راجعينش بحالنا على الدار، اختاروا. ما هرسوا ما دقدقوا ما حرقوا بحال شي وحدين، راه كيهرسوا كيدقدقوا كيحرقوا فهمتي. حنا المغاربه ديالنا بكل مدنيه وتمدن نزلوا للملعب وبطحوا. يقال انا ما شفتش، يقال العراق فازت، اذا هنيئا للعراق، هنيئا للعراق. مفاجاه، اذا العراق غادي تبرصنا، العراق غادي دير لنا المشاكل. سكيتيوي خصك تحسن مع اوكرانيا ديريكت. الا ما حسنتيش مع اوكرانيا مشكل، لقد يكوليس ويبجوسيس. اذا الجماهير المغربيه بكل تحضر وتمدن نزلت الملعب، واخا داك النزله ما خصهاش تنزل في القانون ديال الكره، ولكن على المستوى القانون الجنائي بعدا نزلوا، ما داروش شي حاجه جنائيه ولا جنحيه. اذا برافو ليهم. والحماسه والظلم، حتى الظلم خايبه الاخوان، الظلم لا. 15 دقيقة راه واخا يكونوا قاتلين جون كينيدي يا صاحبي، راه ما يمكنش 15 دقيقة بزاف. انا المهم انا واخرين والخوت كاع كيقول لك اسيدي 8 دقائق، انا كنت عطيتهم في القهوة قلت لهم غيزيدهم 10 دقائق، وهذاك اللي كان كيسمعني كان غيضربني، قلت له راه غيزيدهم 10 دقائق. قال لي مالك قلت له راه كنقول لك انا راه ماشي حكم اصاحبي. قلت له 10 دقائق راه يضربني، وشويه بانت 15. قلت له نوض مع الدب زعما نضربو تحقر غير على ابر نص القيوق هكذا مسكين موسكيتو فيه العظيمات. والله خوتي العزاز كنتمنى يكون نال اعجابكم هذا الفيديو كيف ما شفتوا معنا الاخوان. احسن تطليعه وتشرشيمه نظام الكبرانات او الجمهور الكرغولي. هذا هو المنتخب المغربي، مازال ومازال جاي الخير القدام، لان المنتخب المغربي ما بقيناش كنلعبوا حنا الادوار الطلائعيه، حنا بقينا كنلعبوا على النهايه او نصف النهايه. حنا هكا، حنا قباح، عندنا ما نديرو. خوتي العزاز خبر في راسكم، اللي باقي ما اشتركش معنا يشترك معنا ويفعل زر الجرس باش يوصلوا ديما الجديد ديالنا. شعارنا الخالد الله الوطن الملك، ديما مغرب.